تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. جيتكم فيديو جديد ومحتوى جديد، يعني مش راح ندير لكم برك طياب، يعني راح يكون محتوى متنوع، مره روتين، مره خياطه، مره طياب ايتو. ليسونسيال حبوبات اشتركوا في القناه باش ما تراطوش الجديد نتاعي. الفيديو اليوم عباره عن خياطه. وي خيطت وصممت لبسه العيد وحدي. هي خرجت وشريت لبسه العيد ما لقتش بيا بزاف وما لقيتش حاجه اللي تقنعني انا، وانا يعني ذوقي صعيب وقلت لازم نشري قماش ونخيط واش عاجبني خير. هيا حبوبات ما ندورش عليكم، كملوا لا فيديو. تو دابور حبوبات نسحقوا ماتريال دو كوتور اي لوازم الخياطه. نحتاج مقص ومسطره وشريط متري وطبشور. انا ما لقيتوش، علمت برك بالستيلو وسحقيت 3 مواتر قماش باش نخدم الانصامبل بيان سور. ملاحظه برك، اذا كنتوا مهتمين لنا وحاكمين الفيديوهات خلوا لي في الكومنتير باش نحط لكم القياسات بالضبط. كنت طويت القماش على 4 وفصلت ليكات نتاعي، ومن بعد فصلت الامام عن الخلف باش نزيدو نفتحو شويه في الرقبه الامام. وحبيت بليكات نتاعي ندير لها لاستيك بالخصر، كنت هبط ب 12 سنتيم، وانتم اذا ما حبيتش ديروا لها لاستيك باتوسي، انا درت لها باش تجي مطايه خير. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا سحبت القماش بواحد سنتيم ونخيط على بعد 1 سنتيم، يعني كلش 2 سنتيم ونخيطو. وبيان سور حبوبات في كل بدايه خياطه ونهايتها ما تنسوش لو بوين داغي باش ما تتحلكمش الخياطه. دونك خلينا 2 سنتيم، اي 1 سنتيم في القطعه الاولى و1 سنتيم في القطعه الثانيه، ونخيطو باش نديرو لاستيك ونقلبوه ونخيطو على الحافه كيما راني نعت لكم هنايا. يعني خيطوا وميم طون تجبدوا في لاستيك بلا ما تخيطوا لاستيك، يعني خياطه تكون القماش والقماش فقط. فوالا شوفوا كيفاش خرج، راني نوريلكم فيه هنايا. طبعا كنت درت لاستيك في القطعتين، اي الامام والخلف. كنت درت كفه صغيره في الرقبه، وانتم اذا حبيتوا ديروا تبطين، انا حبيت ندير كفه برك. وهنايا نكفوا الاكمام، نطو 1 سنتيم ونحدو، من بعد نزيدو نطو 2 سنتيم ونحدو ونخيط على الحافه القماش، ومن بعد نزيد نقلب ونخيط على الحافه طبعا. واللي يحب يدير كفه عاديه ثان تجي مليحه. كيما راكم تشوفوا نحدو على 1 سنتيم ومن بعد نطوو ونحدو على 2 سنتيم ونفوتو نخيطوها. جيسبر كو تكونوا فهمتوني. كيما راني نعت لكم الكفه تكون على وجه القماش، كيما راكم تشوفوا الخياطه تكون على الحافه، باسكو اذا خيطتوا على 1 سنتيم تكون الكفه مش متقونه ومش متحوفه. وكيما سبق وذكرت تحبوا ديروها كفه عاديه، اي تطووا 1 سنتيم وثم الى 2 سنتيم وتخيطوا نورمال. فوالا بعد ما كفيت الطرفين وكفيت الرقبه، ما بقى لنا غير نجمعوا الامام مع الخلف ونديروا الكتف مع الكتف. وانتم من الاحسن تحكموا بلي زيبانجل باش تساعدكم في الخياطه وما يهرب لكمش القماش. انا عادي موالفه نخيط، وكي تكونوا تخيطوا ما تنساوش لو بوين داغي باش ما تتحلكمش الخياطه، والخياطه تكون على بعد 1 سنتيم باش كي تلبسوها ما يتقطع لكمش الخيط. وما درتش الكفه في اسفل ليكات باسكو فيما بعد ندير كشكشه، وبيان سور مش شرط ديروا كشكشه نتوما مثلا تحبوا تكتفوا بكفه فقط. ودوكا راني نجمع كيما قلت لكم الخياطه تكون بعد 1 سنتيم، وكي تلحقوا لجهه اللاستيك تروحوا ترجعوا بالخياطه باش تحكموها مليح وما تتحللكمش. وهنايا ننتقلوا للسروال. طويت القماش على 4 وفصلته، انا حبيت السروال تاعي يكون لارج شويه، وبعد ما فصلته نفتحوه كيما راني نوري لكم، نخيطوا الثم ونحبسه. توجور نخيطوا على بعد 1 سنتيم كيما قلت لكم. فوالا نحبسوا الثم برك ونديروا له بوين داغي باش من بعد نقلبوا السروال ونجمعوا الاطراف مع بعضها. بعد ما قلبت السروال وجمعت الاطراف الاعلى، نطول القماش على 8 سنتيم، يعني الحق لاستيك ونخيطوه ونخلو فتحه قسما ندخلو لاستيك. راني نوريكم هنايا قداش نديرو لاستيك، يعني نديرو قيس النص برك. فوالا ندخلو لاستيك في السروال، ومن بعد ما ندخلو لاستيك ما تنساوش تخيطوا الفتحه اللي دخلنا منها اللاستيك. دونك كي تخرجوا لاستيك تحكموا اللاستيك تري بيان في الخياطه باش ما يتحللكمش.
جبت هنا القطعة اللي نديرو بها الكشكشة في الليكات. الطول نتاعها قيس الطول الجهة الأمامية في الليكات نضربوها في 2. يعني واش لقيتو الطول الجهة الأمامية اضربوها في 2. واش حبيت نقول ثاني، لازم نديرو القطعة الأمامية وحدها وقطعة الخلفية وحدها. كنت كفيت هنا القطعة قبل، من بعد ندير لها الكشكشة. ولا تحبوا ديروا طايات. وكيما راكم تشوفون عقب عليا الخياطة بلا ما نديرو لو بوان داغي في البداية والنهاية، باش من بعد نسحبوا الخيط ونتحصلوا على كشكشة. وتقدروا تخيطوها بالبرا والخيط ومن بعد تسحبوا الخيط فقط. يعني باش تتحصلوا على كشكشة كاين بزاف طرق، كاين حتى رجل سبيسيال للكشكشة. وكيما راكم تشوفوا هنا راني نسحب في الخيط فقط. بعد ما كملت القطع ودرت لهم الكشكشه قصتهم على ليكات. اذا جاتكم نتوما صغير على ليكات نورمال وزعوا الكشكشات وحكموهم بليزي بانجل وخيطوا. يعني نجمعوا القطع، خيطت القطعه الاولى وحدها والثانيه وحدها وجمعتهم في الاطراف. فوالا هذه هي. دونك هنايا حبيت ندير القفل في الليكات نتاعي كزينه. طبعا نسحق بونج انا كان متوفر عندي، وقفل وبيستولي وستيلو باش نعلمو به وابره وخيط والقماش. علمت بستيلو في البونج نتاعي، قيست القفل وقطعته ولصقت بالبيستولي، ومن بعد جبت قطعه قماش ولصقتها عادي. دونك تختلف طريقه نتاع تزيين القفل. كاين اللي يجيبوا قطعه قماش على شكل دائري ويخيطوها صاير داير ويحطوا القفله الداخل ويسحبوا القماش. مي انا حبيت نلصقها فقط. كيما قلت لكم انا هنا حبيت نلصقها برك. فوالا كنت كملت القفل نتاوعي. كنت درت 3 قفل وتعمدت نشكلهم في الالوان. ودوكا نجيبوا الليكات وكل بعد قفله نخلو 3 سنتيم ولا 2 سنتيم ونخيطوا. ولا تحبوا تلصقوهم هي من احسن تخيطوهم. علاه؟ باسكو كي تغسلوهم ما يطرلكمش وتكون القفله محكومه مليح. هذه هي وهذا هو. كنت كملت الانصامبل تاعي ونقيته من لي شوت والزوائد اللي فيه وحددته. يعني لازم تحدوه باش يبان ويكون واقف او متحوف. طبعا الحديد ديال لعب دور كبير به تبان خدمتكم. وكنت خدمت له محزمه وشوشو سيختات ما شاركتوش معكم باسكو يجي فيديو بزاف طويل. كما قلت لكم اذا كنتم مهتمين لنوع هاك من الفيديوهات خلوا لي ارائكم باش نحط لكم بالتفاصيل. فوالا كان هذا الفيديو اليوم. جيسبر كو كنت خفيفه وظريفه على قلوبكم. ما نقولكم غير تهلاو في رواحكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي